السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أختكم المهتدية من الأحواز العربية، إلى الله من مذهب الشيعة إلى دين الله، دين التوحيد، دين أهل السنة والجماعة. أخواتي، أريد أرسل لكم هذا الكلام بعد ما فقهني الله سبحانه وتعالى وبين لي الحقيقة، وبعد ما أدركت وفهمت إن دين الشيعة هو أساسا ليس دين، بل هي سياسة خفوها وضموها علينا أهل العمايم والسادة لأجل مصالحهم الدنيوية والمادية. أخواتي، إذا نريد نعرف الحقيقة ونستبصر بالحقيقة، خلينا ندقق على كل أعمال أهل الشيعة. وهذه الأعمال اللي إحنا تعلمناها وشفناها هي مدروسة كانت بالحسينيات، وتعلموها آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا بالحسينيات. وهذه المآتم اللي كل سنة إحنا نجلس بيها بحجة تعزية الحسين، ترى ما هي إلا تعليم انحراف الدين. واحدة من الأمور اللي أنا اليوم أريد أتكلم فيها هي مسألة اللطم على الحسين كل سنة. يا نساء، الحمد لله قاعدات بالمجالس وتعارفن بالمجالس، أول القراية وبعد القراية. الضحك والنميمة والكذب والرياء والضحك بمجالس النسوان، ومن صارت فواتح وتعزيات شايفات الملايات محشكات من إيد الإيد ذهب، والعطر والمكياج، والملايات ما يقرن إلا بسماعات، وصواتهن واصلات آخر الشارع. زين إمام الحسين مو قال إن صوت الامرأة عورة فلا ترفع صوتها الامرأة، ذلك حرم عليها كحرمة دم الخنزير؟ يعني الأمرأة ما يكون أحد يسمع صوتها، بس المحرم عليها مثل أبوها، أخوها، زوجها. وإحنا شايفات وقاعدات بهذه المجالس منكر وليس مجالس فيه معروف. الأمرأة من بيت إلى بيت، والشباب اللي غازون البنات، والشباب اللي يتوعدون يا البنات، مثل الأمرأة تقول لزوجها اللي رايحة تعزية الحسين وهي تروح تتوعد يا صديقها، والبنت كذلك تقول له يبا اروح تعزية الحسين وهي تروح تتوعد يا صديقها، بحجة تعزية الحسين يرحل يمشن أمورهن. هذه المجالس اللي روجوها العمايم، اللي وقحوا نسوان المسلمين، اللي ظلت الأمرأة ما تخاف من زوجها ولا البنت تخاف من أهلها. هل مجالس الحسين تربي الأمرأة على عفة وأخلاق، أم تجعلها تخرج من حدود الله؟ اتق الله يا أختي وتفقهي وفتحي عينك وعقلك، ولا تتبعين هؤلاء الناس. والله يا أختي هذول الناس يأخذونكم إلى الجحيم وخسارة الدنيا والآخرة. فقهنا الله وياك إلى دين الله واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.